تحقيقا لمعاني التكافل والتراحم وإحياء لشعائر الله، دشن ديوان الأوقاف الإسلامية ولاية سنار برنامج توزيع معينات المساجد ودعم الأئمة والمؤذنين. حكومة الولاية أعربت عن سعادتها بالبرنامج، مؤكدة أهمية إعانة الأئمة والدعاة كشريحة مهمة في المجتمع. وأخواننا في الأئمة وأخواننا المؤذنين على مستوى الولاية بتكلفة 7 مليون، ونفتكر أنه يعني هذه الفرشات وهذه الإعانات إن شاء الله تكون خير معين لأخواننا الأئمة في قيادة العمل الدعوي والعمل الإرشادي. ديوان الأوقاف بالولاية أعلن عن تنفيذ خطته في دعم الأئمة والمؤذنين ومعينات المساجد بتكلفة بلغت 7 مليون جنيه وتوفير 300 سلة، واعدا بالوصول إلى 1000 سلة العام المقبل. تدشين توزيع فرش بتكلفة 5 مليون جنيه، وسكر للأئمة والمؤذنين بتكلفة 2 مليون، وده عمل يعني حاجة بسيطة ولكن كبيرة في معناها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل في ميزان الحسنات، والشكر أجزله لكل من حضر وكل من ساهم وكل من سعى لتطوير الوقت. سعيد آدم رحمة لقناة عيون سنار.